في نفس الوقت أنه هذه الحكومات تطمئن أحيانا وهناك بعض التضارب، لكن من جهة أخرى المتخصصون في الاقتصاد والخبراء يعني كذلك، ألا ترى أنهم يهولون من أم يقولون الحقيقة؟ شوفي سيدتي، اليوم لو كان جيت لهنا في البلاطو تاعك ونقول لك كل شيء على ما يرام. الاقتصاد الحمد لله، الاستثمارات كبيره، كاين مركبات ومصنعات صنعوهم راهم في الخفا، رايحين يخرجوا منا كاش نهار سيدي. تقول لي واش بك؟ ما راش عايش. اني نسمع هذه اللغه، راني نسمعها في بعض القنوات، نسمع نائب يقول الحكومات الجزائريه عملت اعمال جباره ودارت منشات وين راهم المنشات؟ نعطي لك زوج امثله تاع لي شيك تاع فشل الحكومه. نعطيك زوج دوز اوبيراسيون. نعطيك عمليه شراء جيزي، ونعطيك عمليه رونو الجزائر. رونو الجزائر واش تقول؟ حطينا مليار و200 دولار واش نخرجوا، خلقنا 300 منصب عمل، 25000 فواتور، 90% مركبه هذيك تاع السياره، تركيب تاع السياره 90% نجيبوه من الخارج، وبالتالي كل سياره رونو تخرج للسوق الجزائريه استوردنا 90% من هذه السياره. اثنين، جيزي شريناها 4 ملايير ولا 4 مليار ودمي دولار ولا 4 مليار ودمي دولار ولا 4 مليار ودمي دولار اللي حصه تاع 51% من جيزي كانت راهي دير 200 مليون، ما يقارب 200 مليون دولار ارباح سنويا. حصه الجزائر 100 مليون دولار. شحال يلزم لك من سنه باش تردي هذوك 4 مليار ودمي؟ 45 سنه. 45 سنه استثمار تحطوا الجزائر باش نسترجعوا في الوقت الحالي، وقت ازمه نسترجعوه بعد 45 سنه. هذا يعني اين العقلانيه في هذا؟ كاين امور اخرى. اليوم رانا في ازمه، نحتاج الى شركاء اجانب، نحتاج الى جلب استثمارات اجنبيه. ما عندناش اموال، ناقص الاموال، ناقص الخبره، لازم لنا نشاط، لازم لنا تحريك الاقتصاد. الا تظن ان الحكومه هي راهي تعمل في هذا المجال؟ لانه كذلك الحديث هو سهل، لكن التطبيق صعب في مناخ وفي جو مثل الذي نعيشه الان. نعطيك الحكومه واش يلزم لها الحكومه، يعني حتى الكلام وهذه الاقتراحات انا نتكلم يعني ما عنديش صفه رسميه، ولكن نفهمك. هو معقول الشيء الذي تقوله، يعني معقول، لكن تطبيقه الا ترى انه مش سهل كذلك ان يطبق ما يقدروش يعملوا بهذه الطريقه. نفهمك مليح. لما تكلمي حكومه تكلمي على وزراء ومسؤولين، لو عندهم صفتين واش لازم باش تسيري الحكومه، باش تسيري القطاع تاعك؟ صفتين، العقلانيه والوطنيه. هذا ما كان عندنا شويه عقلانيه وترشيد في التسيير وشويه وطنيه، ما تقدريش ما تنجحيش. اون بو با سي اون ان بو دو باتريوتيزم، شويه ناسيوناليزم، تنجحي في كل ما تعمليه. نقص اليوم، نقص هذا هو هذه النزره. ربما غابت لا نزايد الوطنيه، يعني كل الجزائريين عندهم حب. لا شوفي، لا لكن ربما تختلف الطريقه. شوفي، كنت نتكلم هكذا مي اليوم مع الوضع في الجزائر ما نقدرش نسمح روحي نتكلم هكذا. الوطنيه افعال، الوطنيه الملموس. راكي وطنيه وري لي واش ديري، ولا بالكلام كاع نعرفوا نتكلموا. ما نقول لك وطني اكبر وطني، يقول لي واش راك دير؟ فهمت؟ هذا هو. حنا اليوم اللي يتكلم الكلام نعرفوا كلنا نتكلموا، انا اولهم ولكن الملموس لو بالباب. جي وزير اليوم يتكلم غير ما يتكلمش، ولا يجيب لنا الملموس صح، ولا ما يجيك وزير الماليه يقول لك المشكل تاعنا لازم نجمعوا اموال الجزائريين. نعتمد على اموال الجزائريين. ليه تعتمد على اموال الجزائريين؟ شحال الاموال الجزائريين اللي خارج القطاع الرسمي؟ راكي تعرفي الحكايه. قال لك الوزير الاول يقول لك كاين 3700 مليار دينار، يعني ما يقارب 40 مليار دولار في الاسواق الموازيه. فوالا اكزاكتومون. قال لك لازم نجمعوها وندخلوها في السيركيو اوفيسيال باش نخرجوا من الازمه. ولا خرج من الازمه لازم لك 40 مليار دولار، ولا لازم لك 40 مليار دولار. نديروا لك وكل تسريح الشعب الجزائري وكل يقول لك روح جبدهم من الفوند ريزيرف اللي قعدوا مازال 159، نعطيو لك 50، نعطيو لك 60، نعطيو لك 100. خرجنا من الازمه وطلع لنا انطلاق بالجزائر. نو سي فو. هذا كل باسكو ما كاش حلول. وعلاش قلت لك في اول الكلام بان الارقام هذه ما تعني حتى شيء؟ لماذا؟ لان في كل بلدان، في كل اقتصاديات ولا تاع البلدان، هذه الارقام
تعتمد عليها الحكومه من اجل تخطيط ووضع استراتيجيه للخروج من هذه الوضعيه. نعم. اليوم كانك تقول لي سي لالماس اروح شوف سيارتي في طابلو دبور او يسينيالي السخانه في الموتور او يسينيالي ما كانش ليسونس او يسينيالي الموتور حبس سي تو ونجي نشوفك وي سي روج سي اورانج اي نو نجي باش نغير هذا الوضع هذا. هذا هو اليوم كلنا نتكلموا على الارقام وراهي الحلول. سمعتي انت حل كاين 3 اشياء قالوها. نديروا لي ليسونس دامبورطاسيون من اجل تقليص الواردات. مليح تقلص الواردات، لازم تقلص الواردات، ولكن المفرقعات ما قدرتش تتحكم فيها. كيفاش تقلص الواردات بلي ليسونس؟ لي ليسونس شكون يتحكم فيها؟ اداره نعرفوا واش راه وصل في الافه اللي كلات الاداره، الرشوه المحسوبيه. دونك انا عطيني نكون كان كنت شويه ماهيش نضيف نجري باش نكون في لا كوميسيون اللي تعطي هاد لي ليسونس. ما تقولي لي كون وزير نقول لك ما نسحقش نكون وزير باسكو فيها فايده اكثر من فهمت. دونك لي ليسونس ما ننجحوش بها، ما نقدروش نقلصوا الواردات بلي ليسونس. قال لك نقلصوا السيارات 400,000 فواتور on va importer uniquement 400,000 voitures الجزائر. 400,000 voitures plus les 25,000 ولا 75,000 voitures تاع رونو كي سون لا ما تنساش. و 25,000 تقولي لي مصنوعين في الجزائر، قلت لك لا ماهوش مصنوع في الجزائر، ولكن 990% من التركيبه هذه رانا نستوردوها من فرنسا المانيا رومانيا ما في المغرب عندها ايتو. دونك كيفاش وي هذا كل هذه الاشياء يعني جوغي ايمي نجي نقول توتي بو توتي. احنا يعني نتاملوا انه كل الكلام يكون واقعي وكل الكلام يكون يهدف الى ايجاد حلول، ليس الكلام من اجل الكلام. ولكن نتمنى ايضا انه هذه الشروحات وهذا نقول لك نعطي لك زوج كلمات. مثلا المشكل تاعنا التجاره الدوليه. التجاره الدوليه واش فيها؟ فيها 3 محاور. فيها الواردات، تحكم في الواردات، تشجيع الصادرات خارج المحروقات اللي رانا ما حتى شيء، وجلب الاستثمار الاجنبي. في كل عالم في كل حكومه تقريبا هناك وزاره تاع التجاره الدوليه اللي تتحكم في هذه العناصر الثلاثه المهمه في الاقتصاد. حنا عندنا مشكل في الواردات، قلنا 60 ولا 70 مليار. مشكل في الصادرات خارج المحروقات رانا 800 مليون دولار. لا مشكل في جلب الاستثمار، تكلموا كل في الخطابات يتكلموا ما درنا حتى شيء، ما كان حتى هيئه اللي تتحكم وتسير وتطور هذا القطاع.